السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل شوية عيش كده بوري اللي احنا بناكله في تكة. بص عامل ازاي ما شاء الله، تحفة. مواصفاته سهلة جدا. ممكن بقى تاكل بيه شوية عسل كده اسمر، حتة جبنة كده بيضة، جميل جدا. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، هنخلهم واحط رشة ملح، وهنزل بايه بمعلقتين او 3 معالق بس ايه من الزيت، 3 معالق. هنقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعض. نقلق بقى الجوانتي عشان مش هينفع طبعا ايه نعمل ايه، نكمل بالايه بالجوانتي. ومعايا هنا ميه، نحط حبه حبه، ولا زبده بقى ولا اي حاجه، هما بس 3 معالق من الزيت. بعد ما لمينا كده العجينه حلو، خدها بقى كده على الرخامه، طبعا الرخامه احنا غسلانها حلو. هنزل بشويه دقيق وادعك فيها كده قوي، واشيل واحط واشيل واحط، واطلع بقى غل بقى كده في الايه في العجين. ايه رايك بقى؟ اهو. لو انت متضايقه بقى اعملي شويه خبيث كده وطلعي بقى كل اللي جواكي. احط برضو شويه دقيق كده لغايه العجينه ما تلم معاكي. فيها حاجه سهله جدا اهو. بعد كده بقى هجيب صينيه، واقطع بقى كور كده وايه، واحطها ايه، واحط عليها شويه دقيق. حاجه بسيطه، طلعوا 10 كرات. على حسب بقى انت عايزه تعملي الرغيف كبير، انا بحبه صغير بصراحه. هنفرد بقى كده حلو، وهنركنه ايه على جنب، كل واحد بالراحه كده. وهغطيه بقى 10 دقايق. بعد ما غطيناه كده 10 دقايق، هجيب بقى كده طاسة وفيها زيت نضيف، لازم يكون زيت نضيف، وبالمعلقة كده واخد ايه على الرغيف. بصي القبقبة دي بتديني سعادة. بصي، واجيب بقى مصفى تحتيها طبق، واطلع بقى العيش بتاعي. ما خدش مننا وقت خالص. بصي ما شاء الله، من كوبايتين دقيق. بصي القرمشة بتاعته. يلا بقى جربيه كده وقولي لي ايه رأيك. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير برعاية الله يا حبايبي.